بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا وسهلة، اللي هي كعب الغزال. تخيلي تعملي كعب الغزال أحسن من أكبر مخبز في مصر بمكونات بسيطة جدا. النهاردة مش بس هقولك المقادير، أنا هقولك أسرار الصناعة اللي بتخلي العجينة دايبة والعجوة زي الملبن جوه. لو أول مرة تعملي مخبوزات، الفيديو ده هيخليكي محترفة. يلا بينا نبتدي الطريقة. أول حاجة هنعملها الخميرة. عندنا كوباية لبن، هنحط لها معلقة تين إلا ربع كده خميرة، وهنحط لها 3 معالق سكر، ونبتدي ندوبهم كده لحد ما تتفاعل الخميرة مع السكر مع اللبن، ونركنهم على جنب. ونحضر بعد كده المواد الجافة. عندنا كيلو من الدقيق، هنحط له معلقة إلا ربع بيكنج باودر، وهنحط له ذرة ملح، ونبتدي نقلبهم ندخلهم من داخل عشان يتداخل الباودر مع الملح مع الدقيق. بعدين بنجيب كوباية سمنة، هنحط كوباية سمنة مع كوباية زبدة، كلهم بداية حرارة الغرفة ما بيكونوش سايحين. كوباية زبدة ونص كوباية سمنة عشان تدينا القرمشة اللي احنا عايزينها. يعني كوباية سمنة مع كوباية زبدة مع نص كوباية زيت عشان تدينا القرمشة اللي احنا عايزينها. ونبتدي نقلبهم كده، وبعدين نبسهم زي ما بنبس الكحك. دي خطوة مهمة جدا جدا. بعد ما قلبناهم كده نبتدي نبس فيهم لحد ما نخلي الدقيق عامل زي الرملة المبلولة مية. دي أهم نقطة في عمل كعب الغزال. لو ما عملتيش كده كعب الغزال هينشف منك، وبعدين ما بنعجلش كتير في كعب الغزال. بمجرد ما بنلم العجين بنوقف عجن، نبتدي نبسه بالطريقة دي. نكمل بس للآخر كده لحد ما يدينا الدرجة اللي احنا عايزينها. وكل ما تبسي اكتر يديكي نعومة اكتر. وبعدين نحط له معلقتين شمر على ينسور عشان يدينا الريحة الطيبة بتاعته. وبعدين برضو نكمل بس لحد اليانسون والشمر ما يتدخلوا في العجين كده. تمام. بعد كده هنجيب الخميرة بتاعتنا، شايفين خمرة ازاي؟ هنحطها ونبتدي نعجن فيها، ونزود المية بالتدريج، ما نزودش مية كتير عشان نكمل العجين. نكمل عجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها، ونزود واحدة واحدة المية لحد ما يدينا العجينة بالشكل ده. نغطيها بكيس ونريحها لمدة 10 دقايق، ما نزودش عن 10 دقايق. وبعدين نعمل في ال10 دقايق دي نعمل العجوة بتاعتنا. نجيب العجوة، والسر بقى اللي ما بيخليهاش تنشف معانا في الخبيز هو لما بنحط لها معلقتين زبدة او معلقتين سمنة. دي السر اللي ما بيخليش العجوة تنشف من داخل كعب الغزال. ونبتدي نحط لها معلقتين سمسم ومعلقة قرفة، ونبتدي نقلب فيهم. معلقة القرفة اهي، وبعدين بنحط لها معلقتين سمسم ونقلب فيهم لحد ما يبقوا عجينة متماسكة طرية. دي أهم نقطة في العجوة، لازم تعمليها بالطريقة دي عشان تديكي عجوة طرية ومتماسكة وما تنشفش منك في الخبيز. شايفين العجوة بقت فلة شمعة منورة؟ دي آخر حلاوة. لازم السمنة اللي تحت أو الزبدة اللي تحت اللي موجودة دي تتداخل مع كل العجوة
عشان تدينا الطراوة اللي احنا عايزينها. كل ما هنهرس فيها هيروح، او كل ما نعجن في العجوة بتروح كده. كده بعد ما بردت معانا بنشكلها بالطريقة دي، نعمل لها صوابع ونبتدي نشكل العجين بنفس الطريقة برضو. بعد ما بنخلص كده نقسم العجين، نبتدي ناخد واحدة منها ونفردها بالطريقة دي ونحط فيها العجوة في الوسط. نحط العجوة في الوسط ونقفلها ونبتدي نفردها بالنشابة تاني لحد ما تنعم معانا بطبقة خفيفة جدا، حوالي نص سنتي أو أقل. كل ما تنعميها تديك طبقات أكتر وتبان العجوة فيها شكلها حلو في كعب الغزال بتاعنا. تمام كده زي ما انتوا شايفين سويناها وخليناها حوالي أقل من نص سنتي. نيجي بعد كده نشيل الزوايد اللي بانية اللي ما فيهاش عجوة. كده تمام خلصنا. هنشيل بقى الزوايد بتاعتنا. نشيل الزوايد دي كلها ونخليها مستطيلة كده، ونشيل كل زوايد عشان تبقى حبات كعب الغزال كلها متساوية. وبعدين نقطعها شرايح. نقطعها شرايح، يعني الشرايح تكون على قد ما تقدري متساوية، عشان ايه السوى بتاعها يبقى متساوي، ما تكونش في حتة مستوية وحتة لسه ما استوتش. على قد ما تقدري تخلي الشرايح متساوية زي كده. الأخيرة دي فيها جزء كبير بنشيله عشان تبقى الشرايح كلها متساوية. ونبتدي نلفها بقى، نلفها بالطريقة دي. شايفين العجوة باينة فيها ازاي؟ ونخلي الحتة اللي مقفولة لما نيجي نرصها في الصينية نخلي الحتة اللي مفتوحة او الحتة اللي في الاخر دي من تحت عشان ما تفكش معانا وهي في السوا. صلوا على حبيب النبي. صلاة النبي تغني عن كل حاجة. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد لو عجبكم الفيديو. ناخد بقى الرصاعة الصينية وزي ما قلت لكم وكده رصيناها كلها. بنجيب بقى معلقتين عسل مع شوية مية وندهن الوش بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين بندهنه كله. ده كده خمر معانا الخبيز. اول ما يبتدي يخمر معاكي بنسيبه بتاع نص ساعة هيخمر معانا، وبندهنه بالعسل والمية كده. ونجيب ونرش فوق الكلام ده شوية سكر. نرش سكر كده على الوش او سمسم، بس الافضل ترشي السكر. واكمل وارجع لكم تاني. وندخله على فرن 200 درجة مئوية. واول ما نحرك اي واحدة فيهم نلاقيها اتحركت، ده كمالة الصيام. اتحركت نقوم نولع الشواية عليها شوية. وهو شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، مستوي من تحت ومن فوق في منتهى الطعام. الشكل خرافة والطعم أجمل وأحسن. هناخد بقى كده نرصهم بقى على طبق التقديم وتشوفوا شكله عامل ازاي. ينفع بقى ساعة الفطار، ساعة العصاري كده، أو بالليل لو حبيها كل واحد حاجة كده بسيطة جنبه ياكل واحدة ولا اتنين، بدل ما تروح تشتريه من الفرن ب100 جنيه. احنا بكيلو دقيق عملنا 3 كيلو بما فيهم العجوة والسمنة والسكر.
وهنرصهم كده على طبق التقديم، ويا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو لأصحابكم حتى يستفادوا من الوصفة زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.